ديال أحمد سلطان لا زال نائما، ربما يتوهم يوم من الأيام الجزائر تنجح في الخطة أو في البهرجة. اسمح لي غادي نقطعك واسمح لي بزاف، غير ما بغيتهاش تمشي لي. نتمنى السي عبد الحق الصنايبي، انا راه عندي لك واحد السؤال ان شاء الله غادي يكون مهم، ولكن نتمنى السي عبد الحق الصنايبي يسجل كيف يتم تهديد المغاربه وكيف يتم التشكيك فيهم وكيف يتم محاوله ارهابهم على اساس انهم لن يدخلوا الى المغرب. هذه النقطه بغينا ناكدوا عليها بحكم يعني الدكتور الصنايبي لك قاع وباع في الموضوع. نتمنى ان تسجل هذه النقطه، ولي اسئله لك غادي تكون هي الختام ان شاء الله. كملها السي محمد. وفي نفس الوقت انا شخصيا كاحمد سلطان ليومنا هذا مازال مصدوم. علاش ما بغاش يطلق هذوك التسجيلات والفيديوهات اللي كيتوفر عليهم؟ لانها تسجيلات وفيديوهات كيتوفر عليهم احمد سلطان، لو طلقهم في التواصل الاجتماعي كان غادي يخلي الجزائر تقوم فيها القيامه من جديد. لكن والله العظيم الا الضمير ديالي كيضرني في المكان ديال احمد سلطان، وليا شرف انا شخصيا انني نشوف الجزائر تتخبط في افعالها الصبيانيه من طرف شباب مغاربه فقط انهم كانوا كيتضاربوا مع اعوان السلطه على واحد المترو ولا مترو ونص في شوارع عموميه داخل المملكه المغربيه. انا غادي نسمعك بعد تصريحات ديال السي ممثل الشعب اللي ذكرته انت من داخل البرلمان، كيف يتحدث عن مع احمد سلطان عن قيامه جمهوريه الريف. اسمع السي ياسين ودير واحد التقرير انت ودوك المخابرات ديال عبله اللي استطعنا اننا نطيحهم في واحد الفخ ديال مهزله تاريخيه. انا والله العظيم للاسف كنت كنضارب في الشارع العمومي قبل من حراك الريف شهر وانا كنضارب في الشارع باش ندخل نشوف قايد ولا رئيس قسم الشؤون. للاسف كنسمع رئيس برلمان يمثل الامه ورئيس لجنه الخارجيه ويمثل الدوله الجزائريه داخل الديار الاوروبيه يتحدث بهذا الكلام. تصنتوا شويه، تصنتوا. لا بلاتي والله لا اعتذر منك خويا احمد سلطان، والله للاسف ما بغيتش نطيح في هذا الخبط، ولكن يستحق هذا ياسين يسمع بحال هذا الصوت هذا. لا للاسف. الزول احمد انت راجل وفحل وليد فحله وليد فحل، وانا راجل ذمي سي ذمني وذمي ستمورثي وذا مزيغه منكي. انا نوقف نيكم غنيك الرب تاعها، غير نوقف معاك حتى الممات، غير نوقف معاك راجل حتى الممات. والعشيه عندي الميعاد وراني مريزير بيبي على يومين وحندير بورديل كبير باش نصفيو هذه الوضعيه. اقسم لك بالله العلي العظيم غير ما نخلي خويا احمد يطيح ولا واحد يتهان به ولا. عرفتي علاش كان كيحلف محمد هاني بهذه الطريقه؟ هذا برلماني كيهضر بهذا المستوى هذا برلماني. لانني درت له تدوينه وقلت له غادي نخرج نهضر، قال له احمد سلطان محسن على حسابي والله ما يهضر، غير جيب لي الباليزه. كيحلف باله الرب وسب الرب استغفر الله العظيم انه غيجيب لنا باليزه ديال الفلوس من روما. كان عنده ميعاد في روما انذاك فاش كانت كتحرق القبائل، وقال لي غادي نمشيو لكن للاسف غدرت بحمد كنعتذر منه. هذا واحد التسجيل ثاني نبغيك تسمعوه خويا ياسين باش مره اخرى الا قلتي لي الدليل احتراما للاخوه اللي معنا في هذا اللايف لانني كنقدرهم وكنحترمهم، ولكن الا استمريتي وطلع شي بيدق من هذا البيادق ديال النظام كيطلبني بالدليل، هذه المره غنحط لك البرلماني وهو بالشورت والسليب ديالو معاه وحده كتضرب الشقوفه كتضرب الجوانات والكاس وانتم جالس كيهضر معايا في الواتساب وكيوريني صاحبته. انا والله حتى نحطو قسما لكم بالله ولا ما كنتسناش، ولكن خليكم تسمعوا هذا الاوديو لان هذا المستوى ديالكم ماشي ديال المغاربه. هذا سلطان كتهضر يزيد يتقلب لي الشاب وكثر على بالك باش تفهم. ديجا هذاك حلوا من المجال الخونه هذوك يهضروا علينا ويهضروا الهضره زايده بوليا، وانت تزيد تبعث لي الميساج 80 داوس هنا وانت زيد كمل عليا وخلاص. زيد كمل عليا ودوك ندخلوا كاع في حرب. والسلام عليكم. واش بيك يا سلطان واش بيك؟ عرفتي علاش كان كيقول احمد السياسيين محمد هاني محسن طلق علينا الخونه؟ عرفتي شكون هما الخونه؟ هما 40 مليون مغربي. 40 مليون مغربي قال لك طلق علينا الخونه في الاعلام الرسمي المغربي كيهجموا علينا، وزيد انت بقيت تغوت عليا في التليفون
وتقول لي وراه بغيتينا ندخلوا في حرب ندخلوا في حرب. انا كنقولها لكم، انا محسن ماشي احمد سلطان، انا عارف احمد سلطان شادين عليه مجموعه ديال المسائل وانا نقدروا، خليه تيفيق له الضمير ديالو. شتي انا قسما لكم بالله العلي العظيم اتحداكم الا عندكم شي دليل عليا كنت كنطلب لكم الفلوس، ولا كنسعى عندكم، ولا داير معكم اتفاقيه، ولا شادين عليا قرام، نتحداكم تعطيوه للمغاربه وتنشروه في الاعلام الرسمي. ونتمنى ان الا كنتوا رجال ورجال ديال المعقول فحلي انكم شي مسؤول ديالكم رسمي يجي عندي لهذا اللايف ويطلع معايا. الا ما حطيتولكش بالسروال ديالو محمد هاني بالسليب ديالو ناعس في الناموسيه وكيهضر مع هو صاحبته سكرانين، انا ماشي راجل سميتيش محسن، انا راه ماشي احمد سلطان، انا محسن والله وثم بالله اما تفكوا معايا الى يوم القيامه. هذا وعد شرف. تحيه لكم. تحياتي المحسن. ندوزو عند الرأي المغربي، يلا التحق بينا ومن بعد ناخذوا السيد. انا اللي طلع لأنه من يسب الملك محمد السادس ويلعن الملك الحسن الثاني وله فكر جمهوري ينادي بما يسمى بجمهورية الريف. هو يدعو إلى الانفصال ومؤيد لما وقع في الريف. هذا لا يشرفنا أن يجلس معنا. والله بالله والله سمعته يسب الملك محمد السادس ويتطاول على الملك الحسن الثاني رحمه الله وهو في قبره. هذا له فكر انفصالي. انا كنعرف اللغه الامازيغيه، كيطلع مع الروافه كيمسكوا الشيء كيدعو الى ما يسمى بجمهوريه الريف، الى هذه والله يعني شرر غره اكفي مغربي، والان في الرباط في مدينه الرباط. عندما تتاح الامور سانزل الى ميدار واقول للدكتور السنايبي لأجل أن أنزع ذلك الطابور الذي كان في الريف. أول امرأة تترشح في الانتخابات القائمة النسوية هي ابنتي، حصلت على 1900 صوت، حصدت جماعة إفرني بكاملها. يعني أول امرأة ريفية تحصل على 1900 صوت في جماعة إفرني التابعة لمنى وزير هي ابنتي الأستاذة، باش نبين له. وهذا الدكتور الاستاذ الجامعي اللي راه في الحسن الثاني من تكريم شو كل شيء الرموز الوطنيه والدينيه للمغاربه. هو يدعو ماشي غير اما زال راه مريض في شويه في هذه الايامات مسكين، الله يشافيه. انا غادي نتصل به ان شاء الله، غدا غادي نتصل به ان شاء الله. مازال الرئيس ديالنا ديال الجماعه اللي ننتمي ليها من 1992 الى يومنا هذا. الله يهديكم رياض سميتوا عليا ولا كيف؟ الله كمل. الله عندنا الصحراوي غادي يعطي الكلمه ورياض محامين عليا والصحراوي كيتسنى. تفضل الصحراوي. على نسأل الله وبارك على سيدنا محمد. تحية طيبة وبشركم مباركة ورمضان كريم أحله الله علينا باليمن والبركات. أولا قبل البداية في الموضوع تحية طيبة الأخ ياسر والإخوان المستمعين جميعا والإخوان المشاهدين لهذا البث الطيب كما عاهدنا الأخ ياسر وبقية الإخوان. أولا نريد أن ننبه أنه أصبح الصعود إلى منصة ياسر يعني جريمة يسب من خلالها الرأي المغربي ويسب أهله وزوجته وأولاده وما إلى ذلك. فأنا أريد أن أشهدكم حقيقة إخوة الكرام على أنه الناس التي تظن نفسها. السلام عليكم وكل التحية والتقدير للإخوان على طرحكم لمثل هكذا مواضيع على سلسلة مستمرة من طرف منصة الأخ ياسر وعديد المنصات الإخوة المغاربة. مشكورين حقيقة على هذا النقاش. وأعتقد أنه استضافتك لأبناء الريف وهم يعني من يعرفون قدر المعرفة أو يعرفون بشكل متميز وكبير هؤلاء الذين أصبحوا الآن يريدون أن يتحدثوا باسم الريف على شاكلة ما يسمى عندنا هنا اللي بايتين برا نعيجات البوليزاريو الذين يتشدقون بأنهم الممثل الوحيد لساكنة الصحراء وما صوتنا عليهم وما عرفنا الراس تعبباهم من أين أتوا ومن يكون. فأقول لإخوة الكرام إنه نفس المثال ونفس السيناريو يعاد الآن ويحاولون أن يصنعوا جبهة مثل جبهة مخينزو المسماة البوليزاريو والتي على مدى 50 سنة وما زال العداد يحسب سنوات أخرى تضاف على رقاب الجزائريين يصرف من خلالها أموال وثروات هؤلاء.
وما زال منهم من يطبل لهذا الوهم، ما صنعوا دولة سوى في مخيمات الرابوني المسماة ولاية تندوف، والتي حرم الجزائريون حتى من دخولها. وأعتقد أن نفس السيناريو الآن سيعاد من خلال انعيجات لا صلة لهم بالريف سوى أنهم انتماء أو أنهم يحاولون الركوب على هذا الاسم الشامخ العابق بالتاريخ. جبال الريف نعرفها، منها خرج عبد الكريم الخطابي مقاوما مجاهدا أذاق الإسبان وغيرهم حتى من الحركي الجزائري الذي أتى بهم الفرنسي لقتل وتقتيل الجزائريين، أذاقهم عبد الكريم الخطابي وأهل الريف الويلات، بل أنه حفيد هذا الأجير عبد الكريم الخطابي قتل برصاصة في الرأس من خلال أمر أصدره الأمير عبد القادر. فلا يذكر ذلك الجزائريون لأنها فيها مدلة لهم، ولا يستطيع حتى هذا النظام أن يذكرها في إعلامه. أقول لإخوتي الكرام أن هؤلاء الآن يسعون إلى إعادة نفس سيناريو تنظيم البوليزاريو، فيطرح السؤال: ما الذي جناه تنظيم البوليزاريو أي انعجات مخينزو سوى أنهم 50 سنة من العذاب في مخيمات صحراء قاحلة يتم التسول بهم لدى المنظمات الدولية، يتم التطبال لهم، ويتم العمل على خلق كيان وهمي لا وجود له على أرض الواقع. بينما المملكة المغربية بفضل شعبها أولا الذي يؤمن بهذه القضية إيمانا قاطعا وهم يعلمون ذلك، وأعتقد أنه حتى هؤلاء الخونة، مع احترامي لكم جميعا واحترامي لكافة المستمعين الذين باعوا أنفسهم كعبيد في سوق النخاسة، وأنتم تابعتم للأسف الشديد كيف تم التسويق لهم وكيف تم استقطابهم وإغراءهم بأموال الجزائريين. وما يعني يثير الضحك حقيقة أنه لدينا الآن وفي هذه المنصة وفي غيرها من شياتة هذا النظام العسكري من يطبل لهذا الأمر، يرى أمواله وأموال الجزائريين الذين أذاقهم هذا النظام العطش وويلات الحرمان من مواد أساسية، يطبلون لأن تصرف خيراتهم على حركات انفصالية بذريعة، وانتبهوا معي إلى هذه النقطة وهنا سنطرح سؤال مهم، بذريعة أن المغرب يدعم الحركة الماك التي يسمونها أو يلقبونها أو ألصقوا لها تهمة الإرهاب. بالله عليكم، كم عدد الحركات الانفصالية في فرنسا التي هي موطن ومكان وأيضا أين يتجمع أتباع تنظيم حركة الماك، وهناك تنظم المظاهرات وتنظم الندوات ويتم يعني العمل على تسويق خطاب حركة الماك. هل الجزائر فتحت قنصلية لإقليم كالدونيا أو كورسيكا أو جزر البليار أو غيرها؟ أبدا. لن تستطيع الجزائر أن